في نصب بيحصل باسم المتحف المصري الكبير، بس النصب ده فيه شويه ابداع، يعني مش زي النصب العادي إن لما حد بيتصل بيك وبيقول لك انا من البنك المركزي، فالحوارات دي بقت مهروشه. الوضع هنا مختلف شويه، لان هنا مش حد اللي بيكلمك، ده انت اللي رايح للنصاب. طب اللي حصل ايه باختصار؟ ان احد الاشخاص عايز يحجز تذكره في المتحف المصري، فاول حاجه تيجي في باله ان هو بيدخل على جوجل وبيعمل سيرش على المتحف المصري، داس على اول نتيجه او تاني نتيجه ودخل الموقع شكله عادي جدا زي الموقع الرسمي بتاع المتحف المصري، وفضل ماشي في الخطوات وحجز الميعاد وكل حاجه، ووصل للمرحله بتاعه الدفع. وهنا شغل النصب باحتراف. الشخص اللي كان بيحجز التذكره دخل بيانات الكريدت كارد بتاعه عادي جدا، وكالعاده جاله او تي بي. هو لما جاله الاو تي بي بتيجي اول ما بتيجي الرساله في اشعار من فوق. هو ما فتحش الرساله كلها، هو خد الرقم زي ما معظم الناس بتعمل، انا شخصيا بعمل كده. الرقم شافه من فوق بس، وراح مدخل الرقم على طول في الخانه بتاعه الاو تي بي. بعد لحظات اكتشف ان اللي بيتسحب منه مش ال 100 جنيه او ال 200 جنيه اللي هم سعر التذكره بتاعه المتحف، لا ده بيتسحب منه 114 الف جنيه في موقع اجنبي، موقع بره مصر. طيب هو ايه اللي حصل هنا تحديدا؟ اللي حصل انه الشخص ده هو بيدخل البيانات بتاعه الكريدت كارد بتاعه، النصاب خد بيانات الكريدت كارد في نفس الوقت، الكلام ده بيحصل بشكل اوتوماتيك. خد البيانات بتاعه الكريدت كارد وراح عمل بيها عمليه دفع في موقع تاني، وكده كده هيجي لك الاو تي بي. الاو تي بي مش بتاعه ال 200 جنيه، الاو تي بي بتاعه ال 114 الف جنيه. ولكن لحسن الحظ الشخص ده كان الكريدت كارد بتاعه كان فيها 3 5000 جنيه، ما كانش رقم كبير، فالنصاب ما قدرش يسحب الفلوس من الكريدت كارد. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، الاو تي بي لو انت دخلتها في الموقع ده واي فلوس اتسحبت منك، للاسف البنك ما بيقدرش يعمل لك حاجه. وهنا الكارثه ان انت اللي رايح للحرام، يعني انت اللي دورت على موقع وانت اللي رحت له برجلك، وانت اللي دخلت البيانات بتاعه الكريدت كارد، مش هو اللي بيتصل بيك في التليفون علشان ياخد البيانات بتاعتك. فهنا انت بتبقى واثق فيه بنسبه كبيره جدا. طيب المفروض نعمل ايه؟ المفروض اولا ان انت لو داخل على موقع تتاكد ان هو ده الموقع الرسمي. طيب اعرف منين ان ده الموقع الرسمي؟ تعمل سيرش مره واتنين على جوجل، تشوف صفحات الرسميه بتاعتهم زي فيسبوك وانستجرام، تتاكد ان هي صفحات فيريفايد ولا لا، عليها عدد من الناس، الموقع بتاعهم ده هو الموقع الرسمي اللي موجود على الصفحات دي ولا لا. النقطه الثانيه ان انت لما يجي لك او تي بي افتح الرساله، ما تاخدش الرقم من فوق زي ما معظمنا بيعمل، شوف الرقم اللي بيتسحب ده هو الرقم اللي انت بتدفعه في الموقع ده، ولا ده رقم تاني خالص ومعامله تانيه. تالت حاجه ان ده مش بيحصل بس مع المتحف المصري، ده ممكن يحصل مع اي موقع معروف انت بتشتري منه او بتتعامل معاه. بس كده، يا ريت توعي الناس اللي حواليك بالموضوع ده وتشير معاهم الفيديو، وتقولي في التعليقات هل قابلت موقف زي ده قبل كده ولا لا. فانت ببساطه تقدر تعمل شير للداتا دي مع اي حد من عيلتك او مع الدكتور بتاعك، وده بيكون مهم جدا.